السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم يا شباب سوف نعيش 100 يوم في ماينكرافت. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يا شباب، ومشاهدة ممتعة يا شباب. سوف يكون هذا الجزء الأول إن شاء الله من المقطع من ال 100 يوم يا شباب، ومشاهدة ممتعة. والآن يا شباب ذهبت وأجمع قليل من الخشب حتى نسوي الأدوات الماينكرافتية يا شباب. هنا بدأت أكسر الخشب يا شباب، ومن بعد يا شباب قررت حللت الخشب وسويت الكرافتن تيبل يا شباب، وقليل وسويت من الستيكات شباب. هنا قليل من الستيكات يا شباب، وصنعت بيكاكس خشبي حتى نجمع قليل من الحجر شباب. هذا هو بيكاكس، وسوف أجمع قليل من الحجر يا شباب. والآن شباب سوف أصنع الأدوات الحجرية شباب. هنا سيف، ومن بعدها البيكاكس، ومن بعدها شباب صنعت هنا الأكس. وهنا شباب سوف أبحث عن منطقة ممتازة يا شباب حتى نسوي فيها البيت يا شباب ونستقر فيها يا شباب. وهنا يا شباب في الطريق وجدت معبد اسمه معبد الغابة يا شباب. سوف نذهب وندخل إلى معبد الغابة حتى نرى إيش موجود في الصناديق يا شباب. وجدت هنا صندوق يا شباب، وجدت قليل من الجولد يا شباب والعظام يا شباب، ويا شباب قليل من أو صادل ممتاز يا شباب. وهذا اليوم الثاني يا شباب، سوف أذهب ونبحث عن منطقة يا شباب. وهنا يا شباب لقد وجدت منطقة ممتازة يا شباب، ووجدت هنا قرية يا شباب ممتازة قريبة من البحر يا شباب. ذهبت مسافات طويلة جدا شباب حتى وجدت هذا اسمه القرية شباب. هنا سويت الأكل شباب، طبخت الأكل حتى نأكل شباب. وهذا البيت حقنا يا شباب. وجدت هذا البيت القرويين ممتاز يا شباب، وسويت بيت في البداية شباب حتى نسوي البيت يا شباب. وهنا أخذت الأغراض وحطيتها في الصندوق يا شباب. كان لدي أغراض كثيرة جدا يا شباب. وهذا اليوم الخامس إن شاء الله سوف ينتهي وننتقل إلى اليوم السادس يا شباب. استغرقت أيام طويلة جدا يا شباب، وأنا ذهبت إلى كهف يا شباب. وسوف أخليكم مع وجمعت كثير من الأيرون والفحم يا شباب والكول. استغرقت من اليوم السابع إلى اليوم 12 يا شباب. سوف أخليكم مع الوضع يا شباب. وهنا يا شباب بدأت أصنع الدروع يا شباب. هنا حق الصدر يا شباب. وهنا سيف يا شباب حتى نقاتل الوحوش يا شباب. وهنا اسمه البوت يا شباب هنا حتى يساعدنا في الحماية يا شباب، لأن الصعوبة صعبة جدا يا شباب هارد. وهنا يا شباب ارتديت البوت. وهنا يا شباب سوف أصنع السروال. هنا صنعت يا شباب السروال هنا، وارتديت السروال. وسوف أخليكم مع هنا وجدت يا شباب ماين شافت، وهنا وجدت نايم تاج. لدي 2 نايم تاج وقليل من الايرون. هنا يا شباب وجدت في هذا الصندوق يا شباب. سوف أخليكم مع الرحلة الكافية التي وجدت فيها 4 دايموند. يا شباب من بعد وصلت إلى المنزل يا شباب، وكان لدي اسمه العادة اسمه ال- هنا بدأت أقاتل الفيلجر يا شباب، لأنني قتلت فيلجر يا شباب من الشريرين يا شباب. وكان لدي
اسمه ذاك الشيء يا شباب، ونسيت أن أحيد بالحليب يا شباب، وكان لي أن أشرب حليب يا شباب. هنا بدأت أقاتل يا شباب، كان الأمر صعب جدا لأنني كان مستواي ضعيف جدا في ماينكرافت، مش ضعيف في ماينكرافت، ولكن لم أقاتل هذا السرب يا شباب. وهنا يا شباب أقاتل، كان يساعدني ايرون جولم يا شباب. وهنا استغرقت من يوم 17 إلى اليوم 20 يا شباب. كان الأمر صعب جدا يا شباب حتى أقاتل هذه الوحوش يا شباب. ومت يا شباب، مت، وكان لدي ليفل 17 ومت، ودابا الليفل كله يا شباب. هنا كان الأمر صعب جدا شباب، بدأت أقاتل هذا القرويين الملعونون يا شباب. وهنا بدأت أقاتل يا شباب، كان الأمر صعب جدا شباب. وهنا جمعت قليل من الإيميرالد يا شباب، 20 إيميرالد ممتازة يا شباب، من أجل التقايد يا شباب هنا. وهنا يا شباب بدأت أقاتل جدا شباب، وكان الأمر صعب، وكان حيرين يا شباب، كانوا صعب جدا شباب أقاتلهم. وهنا كنت سوف أموت شباب، وهنا يا شباب قاتلت هذا الوحش الضخم يا شباب. بدأت أقاتل يا شباب حتى انتهيت وفزت في المرحلة يا شباب. وإلى اللقاء، إلى الحلقة القادمة إن شاء الله يا شباب، وإلى اللقاء.